سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني. وفد إريتريا يشارك في اجتماع البيئة الأفريقي. دورة تأهيلية حول الإدارة والقيادة. اتفاق بين بغداد وواشنطن على خطة لسحب قوات التحالف من العراق. أكثر من 700 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان. كوزوفو تغلق معبرين حدوديين مع صربيا. إلى التفاصيل. التقى فخامة الرئيس سياس أفورقي في العاصمة الصينية بكين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. تناول اللقاء العلاقات الثنائية والأوضاع في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، وسفير إريتريا في الصين السيد تسقاي تسفاتيون، ومن الجانب السوداني وزير الخارجية السيد حسين عوض علي، وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، والسفير عمر محمد صديق. شارك وفد إريتريا برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في الاجتماع الاستثنائي العاشر لوزراء البيئة الأفارقة الذي عقد في أبيجان بساحل العاج يومي 5 و6 من سبتمبر بشعار تعزيز قدرة أفريقيا على التكيف مع الجفاف ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي. ناقش الاجتماع الخاص لوزراء البيئة الأفارقة وصادق على مقترح فريق الخبراء بشأن الإجراءات التي يتعين على البلدان الأفريقية اتخاذها لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. وقال الوزير تسفاي أن إنجازات إريتريا في إعادة تأهيل البيئات المتدهورة ومكافحة الجفاف والتصحر على مدى السنوات 33 الماضية تعد مثالا من خلال عمل اللجان الريفية ووحدات قوات الدفاع والنقابات العمالية والطلاب. وأضاف الوزير تسفاي أنه على الرغم من أن العمل الذي تم إنجازه بالفعل في إريتريا يستحق الإشادة والثناء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به والإنجازات التي يتعين تسجيلها، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان الأفريقية في المعركة العالمية ضد تغير المناخ العالمي، وموضحا بأن الدول المتقدمة لديها التزام أخلاقي بخفض انبعاثاتها من الملوثات المسببة لتغير المناخ والوفاء بالمساعدات الفنية والتكنولوجية التي وعدت بها للبلدان المتضررة من تغير المناخ. نظم الإريتريون في تورنتو الكندية مهرجانهم 25 والذكرى 50 لمهرجان بولونيا من 31 من أغسطس حتى 2 من سبتمبر تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. اشتمل المهرجان الذي استضاف ما يقرب من 15 ألف مواطن وأصدقاء إريتريا من كندا والولايات المتحدة وأوروبا جناح تجاري بمحتوى تراثي، وجناح المرأة وقرية، وجناح الإريتريين الكنديين في تورنتو وضواحيها، وسيمينارات شعبية وأنشطة رياضية وثقافية. وحضر حفل الافتتاح قنصل إريتريا العام في كندا السيدة أماريش مبرهتو، وضيف الشرف الدكتور تسفاي رعدوم وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين. وقالت السيدة أماريش في كلمتها أن تزامن المهرجان مع الاحتفال بالذكرى 63 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري يجعله ذي فرحة مزدوجة. أوضح رئيس لجنة تنسيق المهرجانات في كندا السيد تمسجن حيلاب أن حفاوة مهرجان هذا العام كانت نتيجة التصدي القوي، مؤكدا أن روح النضال والقيم ستتواصل في المستقبل. وحظيت المساهمة الكبيرة للمرأة بشكل عام وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بشكل خاص، وكذلك الشباب في تورنتو وضواحيها بتقدير المنظمين والمشاركين في مهرجان هذا العام.
ناشد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاتين المجتمع والدوائر الحكومية ذات الصلة بالعمل على إصحاح البيئة والمحافظة عليها، خاصة مع التغيرات المناخية والإضرار التي تحدثها وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وذكر حاكم الإقليم في لقائهم بالمدراء الإداريين وأعيان الضواحي والقرى بمديرية دبرة في 2 سبتمبر بالعمل على الحفاظ على كل نقطة مياه وانجراف التربة بتعزيز المشاركة الاجتماعية. وأوصى المواطنين والمزارعين خاصة على الحرص باتباع الأساليب الإيجابية في استعمال الأراضي الزراعية ومناطق رعي المواشي بالإضافة إلى موارد المياه والأشجار. أوضح مسؤول قسم البيئة السيد تكية تخلى ميكائيل بدوره عن برامج إدارة موارد المياه والمشاريع التنموية المستقبلية للحفاظ على التربة، مذكرا أهمية ودور الحفاظ على التوازن البيئي وتأثيره على المعيشة والإنتاج الزراعي. وأكد المشاركون في الختام قيامهم بالمبادرة للمشاركة وتنسيق جهودهم لإنجاح البرامج التنموية المخططة. نظمت دورة إدارية لمدراء المديريات ونوابهم بالإضافة إلى ممثلو الاتحاد الوطني للشباب وطلبة بريطانيا والاتحاد الوطني للمرأة بالمديريات في الفترة ما بين 28 من أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجاري في كلية الزراعة بحمل مالو. وأفاد مدير قسم الإدارة والمالية في إقليم عنسب السيد كبرى منير آيو أنه قد تم تنظيم الدورة بالتعاون مع بين إدارة إقليم عنسب والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة بريطانيا لتدريب 291 كادر إداري من بينهم 53 أنثى بهدف رفع المستوى الإداري وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مشاركة التوجيهات العملية في المرافق الإدارية والخدمية. تضمنت الدورة عناوين مفهوم الإدارة والمالية وإدارة الموارد البشرية والمنشآت ومفهوم وأسباب وأساليب التنظيم ومهارات التشاور وحل الخلافات، مفهوم القيادة، بالإضافة إلى دور الشباب والمرأة في التنمية الوطنية ومواضيع أخرى ذات الصلة. وذكر حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى في كلمته الختامية اهتمام وجهد الحكومة في تقوية ورفع إمكانيات الموارد البشرية، ما يمكن المشاركين من تأدية عملهم وإدارة ما يتوجب عليهم بفعالية. نظم في 2 أغسطس الجاري سيمينار لرفع الوعي والمعرفة عن فوائد التبرع الطوعي للدم في مديرية الدغيح. وأوضح مدير مستشفى الدغيح السيد كبرى مشوان نقص الفوائد الصحية للتبرع بالدم، خاصة التبرع الطوعي وأهداف جمعية المتبرعين المتطوعين، بالإضافة للجهود التي تبذل لزيادة وديعة بنك الدم الوطني. وأضاف السيد كبرى مقدما شرحا مفصلا عن فصائل الدم المختلفة وصفاتها وإمكانية تبرعها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة. وأوصى ممثل فرع المتبرعين الطوعيين بالمديرية السيد كيروس قبر مريم والمشاركين بدوره للتبرع بالدم للحفاظ على الأرواح التي لا مقابل لها بتقديم دم متجدد. تلقى 14 من أعضاء الشرطة دورة تأهيلية في تقنية التصوير الثابت والمتحرك في المقر المركزي للشرطة. تضمن التدريب الذي استمر من 22 من يوليو وحتى 6 سبتمبر أساسيات التصوير الثابت وإصلاح الصورة التالفة ومنتجة الصورة المتحركة والتعرف على أدوات ووسائل المونتاج. وقال ممثل التدريبين أن التدريب يعزز من معرفتهم وسيقومون بتطويره من خلال العمل. ودعا مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة الإريترية العقيد تخلزجي ستيفانوس المتدربين على مواكبة التطورات التكنولوجية والأداء الفعال في المهام الموكلة إليهم. سيداتي سادتي إلى فاصل مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. وفي الأنباء العالمية، أعلنت كل من واشنطن وبغداد أنهما اتفقتا على خطة لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من الأراضي العراقية بحلول نهاية 2026. من جهة شرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه على الرغم من تقديره لمساعدتها، إلا أن القوات الأمريكية أصبحت عامل جذب لعدم الاستقرار، إذ يجري استهدافها
على نحو متواصل، وعادة ما ترد بهجمات دون تنسيق مع الحكومة العراقية. ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق، إضافة إلى 900 في سوريا المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلد. تضرر أكثر من 700 ألف شخص جراء فيضانات في جنوب السودان، حسبما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتا إلى أن عدد المتضررين يرتفع يوميا وفق ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. وحسب منظمات إنسانية، يواجه جنوب السودان أسوأ فيضانات شهدها منذ عقود، وأثرت هذه الفيضانات على أكثر من 710 ألف شخص من 30 مقاطعة من أصل 78 في البلاد وفقا لتقرير أوتشا. وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الوصول إلى الأشخاص المتضررين ما زال يمثل عقبة رئيسية، نظرا لأن الكثير من الطرق غير سالكة، ولأن الأمطار والفيضانات عزلت مجتمعات من السكان بأكملها. أغلقت كوزوفو معبرين من أصل 4 مع صربيا بعد تظاهرات على الجانب الصربي أدت إلى عرقلة حركة المرور، وفق ما ذكر وزير الداخلية الكوزوفي. في البداية أغلقت حكومة كوزوفو معبر برنياك، ثم نقطة الحدود الرئيسية في شمال كوزوفو، وكان عشرات من الصرب قد أعلنوا إغلاق 3 معابر حدودية مع كوزوفو لمنع حركة المرور. وفي نهاية المطاف تم إغلاق معبرين حدوديين، وأكد المتظاهرون أنهم كانوا يحتجون على إغلاق الإدارة الموازية التي يقودها الصرب في شمال كوزوفو ذات الأغلبية الصربية. بعد مهمة اختبار استمرت 3 أشهر، هبطت مركبة الفضاء ستار لاينر المصنعة من قبل شركة بوينغ في صحراء نيو مكسيكو تركة طاقمها بمحطة الفضاء الدولية حتى العام المقبل. وأدت مشكلات فنية في المحركات الدافعة للكبسولة التي إلى تمديد مهمة يفترض أنها كانت ستستمر لمدة 8 أيام فقط. وأعلنت ناسا الأسبوع الماضي أن رائدي الفضاء سيعودان إلى الأرض في فبراير 2025 على متن مركبة صممتها شركة سبايس إكس المنافسة لبوينغ، بعد تزويدهما بالطعام والإمدادات الإضافية. إذن سيداتي سادتي، في ختام هذه النشرة لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. رئيس سياسة أفريقي يلتقي برئيس مجلس السيادة السوداني. وفد إريتريا يشارك في اجتماع البيئة الأفريقي. دورة تأهيلية حول الإدارة والقيادة في إقليم عنسبة. اتفاق بين بغداد وواشنطن على خطة لسحب قوات التحالف من العراق. أكثر من 700 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان. كوزوفو تغلق معبرين حدوديين مع صربيا. حتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.